السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم أميرة في المطبخ. يلا اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس واعملوا لايك. هنا بقى احنا لسه اهو، لسه بنبتدي يومنا، وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا. هنا احنا لسه صاحيين وكده وزي ما انتوا شايفين الحتة الحمد لله متنضفة ورايقة والحمد لله. طالما ما فيش اطفال قاعدين بيزعجونا ويعملوا لنا قلق وكده، وكله نايم في الهدوء، كله تمام. هنا بقى احنا بنبتدي يومنا طبعا زي ما انا قلت لكم ان انا ببتدي يومي بالقرآن الكريم. ربنا يسامحنا ويغفر لنا ويهدينا يا رب، اللهم امين. وبعد بقى ما بخلص قراءة قرآن وكده، بدخل بقى المطبخ افطر. نفطر وبعدين اشطب المطبخ مكان الفطار. هنا بعد ما شطبنا المطبخ نزلت عشان اجيب حبة طلبات وكده. احنا هنا اهو في ده شارع الحناوي في الزقازيق. زي ما انا قلت لكم ان احنا من الشرقية وكده. احنا نزلنا بالعربية، ده شارع الحناوي اهو، اسمه شارع العشريني. هنا كنا عند بيم اللي هناك بشتري طلبات وكده للبيت. زي ما انتم شايفين هنا بقى بنتحرك بالعربية. الجو حر قوي بالنهار وكده، فيعني بالنهار ما تلاقيش الدنيا زحمة قوي زي بالليل بالعربيات وكده يعني. لان طبعا الناس بتبقى قاعدة في بيوتها، لان درجة الحرارة بصراحة بره يعني لا تطاق. ربنا يرحمنا يا رب ويجيرنا من عذاب جهنم يا رب، اللهم امين. هنا بقى زي ما انتوا شايفين انا بوريكم الشوارع دي كلها شوارع الحناوي. هنا بقى كنت خلصت شراء الطلبات، وده بقى هنا انا واقفه عند المنطقه دي بعد الزراعه هناك في الزقازيق، عندنا في الزقازيق. انا بقى كنت خلصت وروحت على البيت. قلت بقى هعمل، كنت مطلعه لحمه قبل ما امشي حطها اعرف في التلاجة. هنا طبعا زي ما انتوا عارفين بحط معلقه سمنه بلدي عشان اعمل لحمه بشوربه. بحط معلقه سمنه بلدي وفصين حبهان وفص مستكه بديهم تشويحه، وبعدين انزل عليهم باللحمه. طبعا انا وريتكم الطريقه دي قبل كده. وبعد ما بنزل عليهم باللحمه بحط معلقه فلفل اسمر، اشوحها وانزل عليها بالبصله، واحط بقى ايه، بكون غاليه لها ميه في البراد وكده، واحط بقى الميه عليها بتتكون معايا الشوربه وبتعمل معايا بقى لحمه، وبقى طعمها رهيب جدا. بتبقى بقى شوربه اللي هي كانك بالمرقه، طعمها رهيب، بتبقى تقيله وحلوه. انا قررت ان انا هعمل على اللحمه النهارده ان شاء الله باميه. هنا انا جايبه بصلايه بشريها وكده ومشوحاها في معلقه سمنه بلدي، وده توم، ده 4 فصوص توم دقاهم مع قرن فلفل احمر. بعد ما بشوح البصل واخليه يدبل وكده بنزل عليهم بالثوم والفلفل اللي انا دقاهم في الهون، واسيبهم لغايه ما يدبلوا معايا. وطبعا بعد ما بيتبالوا معايا بنزل عليهم باللحمه القطع، تاخد تتشوح معاهم وتاخد الريحه بتاعه البصل والفلفل والثوم. دي طريقتي في الباميه. يعني انا بشوح البصل، ببشر البصله بشوحها، بخليها تدبل معايا، وبعدين انزل عليها بالفلفل الاحمر والثوم وكده يدبلوا، انزل عليهم باللحمه. وبعد ما بنزل عليهم باللحمه بحط عليهم بهارات، فلفل وكزبره، واللحمه بتتشوح. زي ما انتوا شايفين انا بنزل باللحمه اهو. طبعا الباميه بتحب اللحمه السمينه وكده. فانا طبعا دي اللحمه عندي حمرا، لان اولادي مش بياكلوا اللحمه السمينه قد كده اللي فيها دهون قد كده. انا عيالي بصراحه مقرفين في الاكل. لو انا نفسي انا ببقى حابه اكلات كتير هما مش بيحبوها. انتوا عارفين بقى جيل اليومين دول اللي هو ولا فيه صحه ولا الكلام ده، اللي هو بتاع اللحمه الحمرا والبانيه والاندومي والعك اللي هو طالع جديد ده. هنا بقى انا كنت بشوح، بس انا حاطه يعني انا معوضه الدهنه، معوضاها بمعلقه سمنه بلدي في البصله بتاعه التشويحه. هنا بقى انا حطيت اللحمه، احط عليها كزبره ناشفه واحط فلفل اسمر واشوحهم على اللحمه مع بعض. زي ما انتوا شايفين انا نزلت بالكزبره والفلفل الاسمر. هسيب بقى اللحمه لما تتشوح كده وتاخد ريحه البهارات مع ريحه البصل. هنا بقى هبتدي ان انا اشوح تاخد الريحه معايا. وبعد ما بتتشوح معايا بنزل عليهم، انا ضربه طماطم في الخلاط، هنزل عليهم بالطماطم اهي. الطماطم اللي انا ضرباها اهو.
نزلت على اللحمة بيها. هبتدي ان انا اقلبها. هنا بقى خلاص كانت الطماطم، انا زي ما قلت لكم ان انا مش بخدع للاكل، مش بسبك للطبيخ. هنا بقى كانت خدت معايا غلوه. هنزل عليهم ده باميه، انا كنت جايبه كيلو باميه، قطعته وكده وحطيته في الفريزر الاسبوع اللي فات. فانا دلوقتي هطلع كيس واحطه في الطماطم بعد ما غلت معايا، وهغطي عليها واسيبها تستوي مع نفسها كده. طبعا دي احسن واجمل طريقه في الباميه. طبعا بعد ما انتي بتخلصيها عايزه تحطيها في طاجن وكده وتدخليها تحت الشوايه، دي حاجه ترجع لك. بس انا عندي عيالي بيحبوا فيها الطماطم وكده ويعصروا عليها ليمون. هنا بقى كان الاكل خلصان معايا. هنا بقى الباميه باللحمه، شايفين جمالها عامله ازاي ما شاء الله. وهنا رز بشعريه و... وهنا طبق لحمه بباميه وكده. انا عندي بعمل طبق لاولادي وطبقين لاولادي وكده وطبق لينا. هنا بقى دي الشوربه اهي بتاعت اللحمه، ومنظر الباميه حاجه رهيبه رهيبه رهيبه. يا سلام بقى لما بتيجي تعصري عليها كده ليمونه ولا حاجه، بيبقى طعمها فظيع وبيبان اكتر. وتفضلوا معانا يا حبايبي.